سعد لي اوقاتكم حبايبي، واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم رح نعمل مع بعض الكيك العادي السادة يلي بيتقدم بشكل يومي مع الشاي او القهوة، او فيكم تحطوه لاولادكم على المدرسة باللانش بوكس. يلا نشوف طريقة التحضير. بالنسبة لطريقة التحضير، اول شي رح ندهن القالب. انا استخدمت هذا القالب الجرانيت، فيكم تستخدموا اي قالب متوفر عندكم. رح ندهنه اول شي بالطحينة لحتى ما يلتصق ابدا. لو انا عندي القالب منيح يعني نوعيته، بس مع هذا الشي رح ادهن مشان اضمن نجاح الكيك. فيكن تدهنوا بالطحينة او تدهنوا بالزيت، تحطوا شوية زيت وتحطوا فوق رشة طحين، او اذا استخدمتوا الطحينة فيكن تحطوها يعني لوحدها. ندهنه كتير منيح. مثل ما شايفين انا بستخدم هذا القالب وفيه الشكل كتير، يعني الرسمة كتير يعني غامقة كتير، لهيك لازم ادهنه بشكل جيد. هلا هيك دهنت القالب، رح اتركه على جنب. رح بلش بالمواد الجافة. عندي هون كاستين ونص تقريبا طحين رح انخله. هلا هون عم ننخل الطحين. بالنسبة لمعيار الطحين انا حطيت كاستين ونص من الكاسات المعيارية. ظرف بيكنج باودر ظرف ونص، يعني بيطلع تقريبا 15 جرام بيكنج باودر. رح اترك المواد الجافة على جنب وبلش جهز بالخليط الكيك. عندي هون 3 بيضات بحرارة الغرفة. ضروري يكون البيض بحرارة الغرفة لحتى تاخدوا نتيجة جيدة. كاسة ونص من السكر. هون الكاسة عندي كبيرة، بس بالعيار الكاسات العادية بتطلع كاسة ونص، يعني تقريبا 300 غرام من السكر. وكمان هون ظرفين من الفانيليا. فيكم تستخدموا الفانيليا السائلة أو البودرة. هلا رح نخلط بالمضرب الكهربائي. إذا ما عندكم مضرب كهربائي فيكم تستخدموا المضرب اليدوي. هلا رح نضل نخلطه تقريبا من 5 ل7 دقايق لحتى يصير عنا الخليط بلون تقريبا كريمي. هلا هيك بعد ما خلطتهم رح بلش ضيف المواد السائلة. اول شي رح نضيف عندي هون معلقتين من اللبن. انا بستخدم اللبن مع الكيك، بيعطيه هشاشة وبيعطيه هيك طراوة كتير حلوة. يعتبر محسن كيك، يعني اذا ما عم تستخدموا المحسن الكيك حطوا معلقتين من اللبن. واكيد كاسة حليب. رح نزل شوي شوي السوائل. هلا بهاي المرحلة فينا نوقف الخلط، فينا نتابع، هذا الشي اختياري. وعندي هون تقريبا 200 جرام من الزيت او 200 ملي. هلا هيك رح اخلطهم هيك خلطة صغيرة، وبعدين رح نبلش ننزل المواد الجافة. بالنسبة لهاي الكيكة فيكن تضيفوا الكاكاو او ما تضيفوها، هذا الشي بيرجع لكم على ذوقكم. انا هون رح اعملها سادة، لانه اكتر شي اولادي بيطلبوا الكيك السادة، خصوصي انه مثل ما بتعرفوا هلا رجع موسم المدارس، فهيك اكيد لازم نجهز لهم شغلة تكون معهم على المدرسة، وشغلة صحية وشغل ايدنا. هلا هيك نزلت السوائل، عفوا المواد الجافة، الطحين والبيكنج باودر. هلا رح اخلطها بالمضرب اليدوي كتير منيح لحتى ما يطلع معي تكتلات ابدا. يعني بالنسبة لي هاي الكيكة من اسهل الكيكات يلي انا بعملها. هلا بعد ما خلصت الخلط، هلا رح اضيف تقريبا معلقة من الخل الابيض. الخل الابيض كتير بيساعد على نفشة الكيك، بيساعد انه يصير هش وطري، وبيساعد على نجاحه. وبنفس الوقت بنتخلص من اي زنخة بتكون موجودة بالبيض. هلا بعد ما خلطته رح نزلهم بالقالب كتير منيح. هذا القوام المطلوب، مثل ما شايفين هيك قوامه. وكل المكونات ان شاء الله رح اكتبها بصندوق الوصف. هلا هون رح ننزلها بالقالب ونحطها بالفرن على درجة حرارة 180 درجة على نار من تحت. بس بالبداية بنشغل عليها النار من تحت، بعدين بنشغلها من فوق لمدة 10 دقايق. بنفرغ الهواء
طبعا فرغه من الهواء هيك بهذا الشكل. وهلأ هيك صار جاهز عندي، رح دخله على الفرن. بياخد من 45 دقيقة للساعة بالفرن. بدكم تطولوا بالكم عليه، إذا بدكم الكيك ينجح معكم لازم تطولوا بالكم. مثل ما شايفين أنا حطيته بالوسط على نار 180 درجة، أخد معي 45 دقيقة. وهلأ بعد ما طلعته من الفرن رح أتركه يرتاح لمدة ساعة ويبرد، بعدين بنقلبه بصحن التقديم. وهلأ بعد ما بردت عندي الكيكة رح أقلبها ونشوف كيف طلعت معنا. اكيد كتير ضروري انه تبردوا الكيك قبل ما تقلبوه، او تتركوه يرتاح شوي لحتى يطلع معكم بهذا الشكل. مثل ما شايفين طلعت قالب ما فيها اي تكسير، ما فيها اي تشققات. شكلها كتير حلو، وطعمتها كمان كتير كانت طيبة. انا كتير بحب هاي الانواع من الكيكات السادة، يعني في انواع كتير من كيك الشوكولا او هيك، بس يعني ما كتير يعني انا بقبله. هذا الكيك كتير طعمته طيبة بيطلع. هلا هيك مثل ما شايفين بعد ما قطعنا وشفنا الاسفنجي بمكونات بسيطة، يعني حصلنا على هذا الكيك. مثل ما شايفين نجاحه مضمون 100%. ولهون بكون وصلت معكم لنهاية هذا الفيديو. بشوفكم فيديوهات جديدة. مثل ما شايفين هون حطينا القهوة وقطعنا هيك من الكيك، وصحة وعافية على قلب الجميع. جربوا بهذه الطريقة كتير بيطلع معكم طيب واقتصادي. بشوفكم فيديوهات جديدة. أهلا وسهلا بالجميع.